مباراة جيدة هو واللعيبة بتاعته الحقيقة في منظومة فيها انضباط تكتيكي كما يجب ان احنا يعني نشرح للناس يعني ايه انضباط تكتيكي، يعني التزام بالواجبات الخططية لرؤية المدرب اللي شرحها للعيبة واقنعها بيها، وبالتالي قدروا ان هم ينفذوها. فهناك في الشوط الاول وفي الشوط الثاني فرص تكاد تكون يعني الاهلي اكثر عدديا، لكن كانت بالنسبة لإمبي أكثر خطورة. يعني الأهلي فرصه بتيجي في وسط زحام دفاعي، إنما فرص إمبي كانت بتيجي في مساحات خالية لأن الأهلي مندفع هجوميا. يعني السيناريو كما قرأوا طارق العشري وكما استعد له قدر ينفذه لاعبته. وبالنسبة لجريدو الحقيقة يعني فشل في انه يوظف حتى الامكانيات اللي عنده. يعني احنا شفنا حتى على سبيل المثال لما رمضان صبحي نزل في اخر 5 دقائق كان في شكل للاداء الهجومي، في عنصر المفاجاه وفي عنصر المهاره الفرديه وفي عنصر القوه والالتحام. كل الكلام ده يعني هجوم الاهلي يعتمد على كرات عرضيه ولا على اختراقات من العمق. يعني كل هذه التنويعات كان هناك استعداد دفاعي لها من جانب طارق العشري، وكان هناك ابطال لمفعول هجمات النادي الاهلي. ما كانش فيه الابتكار بقى، ما كانش فيه ان انا اوصل مثلا لخط المرمى والعب الكرات البرازيليه العرضيه، يعني كلها حاجات تقليديه، بوصل وارفع اوفر العاب الهوا لصالح المدافعين، محاوله التسديد من الخارج وفي البلوك. لعيبه الاهلي المفاتيح اللعب اللي احنا قلنا عليهم اساسيين زي تريزيجيه وزي سليمان، اسمه ايه، وليد سليمان خلاص معروفين. فلما بتبتدي الهجمه منهم مضغوط عليهم. يعني مقري النادي الاهلي كتاب مفتوح، مفيش اي مفاجاه تكتيكيه اتعملت، لعب عليها ولعب بشكل تقليدي جدا، انه بيعمل انتشار دفاعي في ملعبه، ده طارق العشري، وبيعمل بريس على مفاتيح اللعب بتاعه النادي الاهلي، ثم بيطور الهجوم لان عنده سرعات في الاندفاع الهجومي، وبيحاول انه يعني يخلق متاعب لخط دفاع النادي الاهلي باقل عدد من اللاعبين. يعني 3 بس اللي كانوا بيزعجوا النادي الاهلي من مهاجمي الامبي، صلاح عاشور وقعود ومحمود كهربا. ال3 دول كانوا بيزعجوا خماسي مثلا دفاع النادي الاهلي، وكفايه قوي. وبعد كده نص الملعب هم من دايره السنتر بيبتدي الضغط. يعني هو ما بيضغطش من فوق قوي، لانه لو ضغط من فوق قوي هيكشف مساحات، فهو كان بيضغط من عند دايره السنتر. طيب كابتن ماهر، لماذا لم ينجح الاهلي في استثمار الضغط اللي بداوا في الشوط الاول واستمر عليه في الشوط الثاني؟ هل يعني نجح طارق العشري في اقتياد النادي الاهلي لما يريده؟ عشان كده شفنا الاهلي لما بدا يعني يزيد ويضغط في الشوط الثاني فتح مساحات، وده اللي كان عايزه طارق العشري بالظبط، وسجل منه الهدف من هجمه مرتده. وده اللي قلناه في اول البرنامج، ان المدرب اللي هيحترم المدرب الاخر هيبقى ليه الافضليه في فوز المباراه اليوم. بنبارك لإنبي. طارق العشري احترم جريده، احترم النادي الاهلي، لعب بتامين دفاعي منظم، كان واضح الاستراتيجيه اللي بيلعب من خلالها، ان هو هيامن نص ملعبه، انه يرجع في حاله الدفاع، هيامن نص ملعبه، هيقرب خطوطه ال3 من بعض، هيبدا يراقب مفاتيح لعب النادي الاهلي، وهيحاول ان يمنع لعب مفاتيح النادي الاهلي اذا كانت من الاطراف او العمق. دي طبعا بعض الهجمات للنادي الاهلي اللي كانت احنا اتكلمنا عليها يعني غير مؤثره، وكانت نهايه الهجمه بالنسبه لها غير ايجابيه. إنبي اعتمد على اساس انه يعطل مفاتيح لعب النادي الاهلي، اعتمد على بسيطه التسلل، ودي جديده، يعني اول مره بنشوف إنبي، وده فكر اللي طارق العشري بيتحسب له بالايجابي، ان هو بدا يفكر انه ازاي يعطل مفاتيح لعب النادي الاهلي الهجوميه، ان هو يلجا لبسيطه التسلل. بسيطه التسلل نجح بيها على فترات كتيره جدا، وقع فيها مهاجمي النادي الاهلي في حته التسلل، ومنعهم ان هم يروحوا الى مرمى النادي الاهلي. الحاجه الثانيه التنظيم الدفاعي اللي لعب بيه، واليقظه من مدافعي الرباعي للاعبي إنبي، ان هم حتى الكرات اللي اتلعبت متعب، الهجمه اللي لعبها بدماغه وليد لعبها له هاف كروس جميل اتلعبت له ولعبها في المرمى، قدر دفاع إنبي ان هو يعمل كفرنج كمان ويشتت الهجمه اللي كانت ممكن يحصل منها هدف. ده الهدف اللي احرزه إنبي من الجمله التكتيكيه اللي اتعملت من العمق. الجمله الوحيده اللي لجأ ليها إنبي اختراق قلبي دفاع
النادي الاهلي كانت انا بتكلم على مخرجنا ياسر طبعا جاب لنا الهجمه اللي قبل كده للنادي الاهلي اللي قدر الدفاع انبي يقرا يعني ادي عبد الله طلع فيها عملها له، وعبد المنصف طلع طبعا عشان ياخدوا الكره طلع خطا. متعب قدر ان يحققها يلعبها بدماغه، لكن طبعا الكفرنج اللي اتعمل بالنسبه لقلبي دفاع انبي وشتتوا كوره دي كانت من ضمن الهجمات المنظمه للنادي الاهلي كانت ممكن تيجي فيها جول، والهجمات اللي قدر انبي ان هو يقضي على هجمات النادي الاهلي. ودي برضك من ضمن الهجمات، يعني انبي بيعتمد على الهجمات المرتده السريعه في حته الاستحواذ. ده الهجمه المنظمه اللي اتعملت بشكل جميل جدا. الوان